فالشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع في مقامه ولا في منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه، إلا إذا عرض عارض من موانع الأهلية فذلك شيء آخر. أما إذا لم يعرض فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينافس ولا ينازع في مقامه ولا في منصبه الذي بوأه الله تبارك وتعالى إياه. الشرع يقول والعقل يصدق. ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نعين الأمراء الظلمة الجائرين، حديث رواه الإمام أحمد وغيره وهو في السلسلة الصحيحة الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون في آخر الزمان، أمراء من أمتي يكونون في آخر الزمان لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي يوم القيامة. الحديث هذا نطق به أصدق من نطق صلى الله عليه وسلم، مخرج في السلسلة الصحيحة عند الألباني رحمة الله عليه. ماذا تقول فيه هذا الحديث؟ ماذا تقول فيه؟ كيف تتعامل معه هذا الحديث؟ تعين الظالمين على الظلم وتعين الجائرين على الجور، تعينه بالشرعنة والتبييض والسكوت. لماذا لم نسمعك يا رسلان تقول هذا الكلام لما كان مرسي هو الرئيس؟ لماذا كنت تشنع علي أنه لا يحكم بما أنزل الله؟ يلا قلها للسيسي اليوم: لماذا لا تحكم يا ولي الأمر بما أنزل الله؟ لماذا؟ ألست تقول إن إشهار أخطاء الحكام على المنابر من فعل الخوارج؟ ها أنت الآن تذكر مساوئ بعض الحكام الآخرين كحاكم قطر وحاكم تركيا ومرسي من قبل. في شنو التناقض هذا؟ ولا المسألة بحسب الأهواء تتملق لتتورق؟ هذا هو التملق للتورق. صار الدين لعبة في أيديكم تضلل الرأي العام وتضلل الناس. ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ والله لن ينفعك سيسي ولا لن ينفعك أحد، لن ينفعك إلا عملك. هذا التملق وهذا التزلف وهذا الغش في الخطاب الديني وهذا التدليس في الفتوى، هذا ستبوء بإثمه. سبحان الله، رجل يمعن في الدماء ويسرف فيها، أخوات مسلمات طاهرات يغتصبن وحملن من الاغتصاب في معتقلاته وسجونه، أحرق المسلمين أحياء وقد انكبوا على المصاحف في جريمة بشعة سجلها التاريخ ينكرها العقل والذوق والحس والإنسانية قبل الشرع. عادي جدا عنده، عادي جدا عنده، هذا عادي عنده. إذا دع الناس وما هم عليه، خليك في نواقض الوضوء، تكلم في مبطلات الصلاة ولا تتكلم في الشأن العام. ليس من شأنك هذا، ليس من شأنك. قل خيرا أو اصمت، وقل حقا أو اسكت، لا تلبس على الناس دين الله سبحانه وتعالى. هذه أقوال الفقهاء مدونة، ولست الوصية على العلم ولا الوصية على الشرع ولا الوصية على الفقه أبدا. الحمد لله لا زال في الأمة من يصدع بالحق. نقول ونعيد: نحن ضد الفوضى وضد الفتن. والفتن أصلا التي حصلت ينبغي النظر في أسبابها. أسبابها ليس الاحتجاج السلمي، غير صحيح، هذا غير صحيح. بالعكس، الاحتجاج السلمي قدم خيرا. ولذلك لما حصل ما حصل في تونس وفر الطاغية بن علي، هللوا ومجدوا جون المشايخ لتونس
وما شاء الله ومدحوا وقالوا ثورتكم المجيدة وسمعنا الفتاوى وخطبوا وحاضروا، هاودي ما شاء الله الناس كل تهلل. طيب ما حصل إثر ذلك سواء كان في ليبيا إلى يومنا هذا أو في سوريا إلى يومنا هذا أو في اليمن ليس من نتيجة الاحتجاج، هو من نتيجة من عمل على كسرة الشعوب، هو من يعمل على ارتداد مشروع التغيير في المنطقة العربية، هو من يمول بملياراته ومن يمول بأمواله لتقوية شوكة الباطل على شوكة ساكن عزل. المسلمون سواء كان في ليبيا ولا في اليمن ولا في سوريا لا إله إلا الله يا ودي، حتى العصي والله ما رفعوها، والله لا شفنا واحد رفع عصا إلا لافتة فقط. يا ودي غير، صلح روحك، صلح سياستك، رانا فدينا، رانا كلنا الفقر، كلاتنا البطالة، كلنا الجهل، نحب نعيشوا، نحب نقيموا ديننا ودنيانا بس فقط. بالتالي لا داعي للمغالطة وأن تضع الناس في معادلة كاذبة أو حرب أهلية. نقول لا نريد لا ديكتاتورية ولا حرب أهلية، نريد عدالة اجتماعية، لأن في العالم فيه نموذج آخر. مو يحطوكم دايما بين خيارين، مو نظرية جوبلز هذه، النظرية الثنائية. لما نجي نقول لك ايش تحب تاي ولا قهوة، ما تقدرش تقول نحب عصير برتقال، أنا خيرتك بين زوج حوايج بس. هذا جوبلز كان هو وزير الدعاية الإعلامية لهتلر. شفت الخبث؟ تحب تاي ولا قهوة؟ تقدرش تقول ايش نحب عصير. فأنا نحطك في نظرية جوبليزية، إما ديكتاتورية وإما ايش حرب أهلية. لا نريد لا نموذجا يعيش فيه البشر اليوم الحمد لله، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وانتهى الأمر. تداول سلمي على السلطة وتطوير البلاد وتطوير الاقتصاد وعيش الإنسان المسلم بكرامة وأريحية، عنده منظومة صحية قائمة في البلاد، يعلم وليداته، عنده مدارس قائمة، عنده أمن مستتب، يستطيع أن يستثمر خيرات بلاده. فقط هذا الذي نريده، وهذه من مقاصد الإسلام العليا. جاء الإسلام يسعد الناس به وليعمروا أرضهم وبلادهم به، لكن هؤلاء صاروا أداة وألعوبة في أيدي الطغاة، يشرعنون ويبيضون بهم مظالمهم وجورهم وجرائمهم. وبالتالي ينظر الناس يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، كما استعمل فرعون السحرة وكما استعمل ملوك الإقطاع في أوروبا رجال الكنيسة والقساوسة، استعملوا فتاوى الكنائس أيضا. لذلك يجب قول الحق. إذا كانت هذه الطريقة معمولا بها في هذا البلد فلتكن، وليخض المسلمون غمارها، وهي نوع من أنواع الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هؤلاء عنا 5 ولا 3 ولا 2 ولا 10 ترشحوا لإدارة المسجد، باش نعملوا انتخابات باش نختاروا ايش اللي اختاروا الأحسن. حتى في الإمامة موجود هذا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. عندنا 10 حفاظ نشوفوا الأقرأ الأتقن والأضبط نشهد له بها الأكفأ. فإذا هي شهادة نشهد بها لله تعالى أن هذا الإنسان أكثر خيرا أو أقل سوءا ليدير شؤوننا العامة في بلادنا. أين المانع؟ لكن قال لك لا، حرام وبدعة، خلوكم على ما أنتم عليه، قولوا الذل وارضوا بالضيم وإن شاء الله تدخلوا الجنة بحول الله. الإسلام يأبى الذل والهوان للمسلمين والمؤمنين، ولذلك يجب الحذر من قطاع الطرق الذين سماهم ابن القيم رحمه الله. مو عندك القطاع الطرق يعملوا البركاجات، هذوك شفتوا اللي يعملوا البركاجات وياخذوا، هؤلاء شر من هؤلاء. ليش؟ لأنهم يقطعون الطريق على الناس في دخول الجنة، وهؤلاء أذى على المسلمين. قال ابن القيم وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فيجب إماطتهم عن طريق المصلحين في الأمة. الأمة تحتاج إلى علماء صادقين يقفون موقفا شرعيا، موقفا صادقا، يقولون كلمة الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق طاعته ومرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غدا يتجدد لقاء
بإذن الله.